بن رباح، هذا هو، وذاك الباب هو باب مكة. نتوجه الآن لباب النساء لندخل منه. هذا الباب الذي على يسارنا هو باب جبريل عليه السلام، الباب الذي دخل منه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو باب النساء، سندخل منه إلى الروضة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعند دخولنا المسجد نقدم رجلنا اليمنى ونقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي. في هذا المكان كان منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى يسارنا كان بيته. في هذا المكان كان بيته، وهنا دفن صلى الله عليه وسلم هو وصاحبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذه التي ترونها أمامكم كلها الروضة الشريفة. فنبدأ بالصلاة فيها أولا، فرضا كانت أم نفلا، وقبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فحق الله مقدم على حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله خالق ونبيه مخلوق. فإن انتهينا من الصلاة نتوجه بعدها إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم لنسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فعندما نسلم عليه الله سبحانه وتعالى يرد له روحه ليرد علينا السلام، وإن كنا لا نسمعه. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي. نتوجه الآن إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف أمامه مستقبلين له ونقول له بصوت منخفض: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين من الله تعالى. وأسأل الله لك الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثك مقاما محمودا الذي وعدك به. يا رسول الله، إنك قلت بأن المرء مع من أحب، وإني أشهد الله على حبي لك، طالبا منك الشفاعة ومرافقتك في الجنة. اللهم اجزه عنا أفضل الجزاء. هذا هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يمينه قبر صاحبه أبي بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد أنك كنت نعم الصاحب والوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لك الرحمة والمغفرة والرضوان. وهذا أيضا قبر أمير المؤمنين، قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أشهد أنك كنت نعم الصاحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لك الرحمة والمغفرة والرضوان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. نتوجه الآن للخروج من باب البقيع لنكمل بعدها جولتنا حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعرف فيها على أبوابه ومحيطه من الخارج. الشوق في القلب إن القلب
القلب يهواك، متى اشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواكي. هلا حملت متاعي فوق راحلتي، هلا سلكت طريقي حيث لقياك. الشوق في القلب إن القلب يهواك، متى اشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواكي. في مسجد المصطفى صفوا صفوفهم، صفوا خشوعا فكم دع وكم باكي. هذا هو باب السلام، الباب رقم 1 للمسجد النبوي، وسمي بباب السلام لأننا ندخل منه لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو باب السلام، وهو أول الأبواب من الجهة الغربية، ومقابله من الجهة الشرقية باب البقيع الذي خرجنا منه بعد سلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يليه الباب رقم 2 وهو باب الصديق أبو بكر رضي الله عنه. هذا الباب الذي أمامنا مفتوح منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، والخوخة هي الباب الصغير. وكان بعض الصحابة فتحوا أبوابا في ديارهم إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسدها كلها إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو باب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، انظروا إليهم، هؤلاء ال3 أبواب هم باب الصديق رضي الله عنه. وهنا على يساره الباب الثالث وهو باب عاتكة، المعروف الآن بباب الرحمة، وهو باتجاه الغرب.